هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. إن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية، لأنه الشيخ حازم في كلامه بيسيب المسألة مطاطة، يعني بيقول إن أنا ربما لا أعلم. شيخ طارق، في سؤال أخير، أنت تثق إنه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يعلم إن والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية؟ لأن السيد حازم صلاح أبو إسماعيل لا يهمه الدماء. عندما قالوا له الناس ستسقط قتلى قال لا يهم، هم يموتون طبيعي. بينما أبوه رحمه الله كان يقول إنني أظن بالدم المصري على السلاح المصري، وهو يفض مظاهرات جامعة القاهرة عندما قال السادات لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين عام 78 و79. فالابن يترخص في الدماء والأب يحرص على الدماء، فما هذه المسألة؟ يجب عليه أن يتوقف ويعتزل، ولا ينبغي أن يتحدث باسم الإسلام. أمس البلكيمي يكذب، ثم الآن حازم صلاح أبو إسماعيل يكذب. فهل هم جعلوا الإسلاميين الذين يتسربلون بسربال الدين مجموعة من الكذبة؟ ينبغي عليهم أن يخرجوا من الميدان حتى لا يسيئوا إلى سمعة هذا الدين وإلى أبيه الرجل الفاضل المجاهد الشيخ صلاح أبو إسماعيل. طيب شيخ طارق، سؤالي الأخير إليك، أنت بتقول إنه إذا الولايات المتحدة الأمريكية أخفت ذلك يبقى في لعب من تحت لتحت يعني، لكن هل تعتقد إنه هذه قضية يمكن إخفاؤها؟ يصعب جدا. أنا أقول لأنه يريد أن يقدم للناس أن الأمريكان مع المجلس العسكري سيلفقون، مع أن التلفيق لو حدث سيكون باتفاق بينه وبين السفارة الأمريكية، لأن لا يمكن يحدث تلفيق في هذه المسألة. فالمسألة فيها التصويت في مسألة السوشيال سيكيورتي. طب عليه يعطيه سوشيال سيكيورتي وأنا أخرج له من على الإنترنت أن أمه متى حصلت على الجنسية تماما، بل يجعل أسرته تخرج ببيان أن أمه لم تحصل. بل إنني أدعوه الآن ليقول أجعل لعنة الله علي إن كنت كاذبا في ادعائي أن أمي لم تحصل أو لم أعلم أنها حصلت على الجنسية الأمريكية. أنا أتحداه أن يقول أنا أضع لعنة الله علي إن كنت كاذبا أو إن كنت لا أعلم، لأنه يعلم وهو كذاب وهو يعلم. طيب الشيخ طارق يوسف إمام مسجد أولي الألباب في بروكلين وتلميذ الشيخ صلاح أبو إسماعيل والد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ألف شكر. وهو يؤكد، وقبل ما نطلع بس فاصل هنحاول نجيب، لأن أنا كمان فوجئت إنه